اول ما صحيت انا عايش. انا عايش يا دكتور، انا ما متش. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ونحكي. كما تعلمون ان احنا ان شاء الله هنعمل عملية يوم الثلاث اللي جاي ده على طول، عملية تكميم. فان شاء الله كان الدكتور رحت له، دكتور محمد ضياء سرحان، فقال لي انت محتاج تعمل اشاعات تحاليل عشان نشوف انت مستعد انك تتعمل لك العملية ولا في مشاكل صحية تمنعك من ان احنا نعمل العملية. وبعدين قلت له انا عندي حاجة اسمها ارتجاع مريء، فقال لي عندك ارتجاع مريء وما قلتليش، فاحنا محتاجين نعمل منظار على المريء عشان نشوف مدى الارتجاع عندك قد ايه، عشان لو الارتجاع جامد ممكن ما نعملكش تكميم ونعمل عملية تانية اسمها تحويل مسار بتعالج الارتجاع. فايه قلت له توكلنا على الله. خلاص رحت من كام يوم زي الشطور على ميعادنا يوم الاحد علشان اعمل التحاليل والاشاعات والمنظار. رحت، تحاليل كانت ايزي، الاشاعات يعني كانت لطيفه وبتاع، وانا اصلا كنت رايح ومعتبر المنظار ده زيه زي الاكس راي كده، هقف بس احط صدري على البتاع كده وهروح، يعني مفيش كارثه يعني. لغايه ما جه دورنا. لغايه ما جه دورنا في المنظار، طلعونا في مبنى تاني خالص هو اللي مسؤول عن المناظير. طلعت انا وكارن وقعدنا في الاستراحه وفي 5 رجاله قاعدين، فانا قلت دول هيخشوا لسه ولا داخلين ولا دول مع بعض ولا مش مع بعض، مش عارف بقى حاجه خالص. فاكتشفت ان ال5 افراد اللي بره، ال5 رجاله المحترمين اللي بره دول جايين مع راجل تاني جوه في الاوضه بتاعه المناظير. الراجل اللي جوه ده بيتعمل له منظار على القولون وعلى المريء، يعني واحد من تحت وواحد من فوق، وهيخشوا جوه يتقابلوا. المهم ففي اللحظة دي بقى أنا كنت طالع مرفه مش فاهم حاجة، يعني مش في دماغي إن الموضوع كارثي. الناس اللي قاعدين جنبنا كل 5 دقايق يجي لهم تليفون، أيوة هو دخل دلوقتي العمليات. عمليات؟ يعني إيه دخل عمليات يا عم؟ أنت هتقفر لها ليه؟ ده منظار يعني. وأنا رايح بالكروكس عارف انت، راح انا وكريم ولابس كروكس وبتاع ومش في دماغي حاجه. ايوه خلاص هم هيتبنج دلوقتي، بنجوه وخلاص جاهز للعمليه. ابتديت اتوغوش على حس اللي الناس اللي جنبي بتقوله وعلى حس المكالمات الكتير اللي عماله تيجي تطمن عليه. يا جماعه الموضوع ابسط من كده، انتم مقفرين لها ليه؟ ابتديت اتوتر بقى. بعدها بشويه لقيت راجل ممرض محترم لطيف ظريف جاي لي ومعاه ورق، قال لي ممكن لو سمحت تمضي لي على الورقه دي اقرار منك ان انت موافق ان دكتور عمر يعمل لك المنظار. ما انا دافع 3000 جنيه تحت ليه؟ انا اكيد جاي عشان دكتور عمر يعمل لي المنظار. لا حضرتك لازم تمضي. مضيت. راح مطلع ورقه تانية قال لي حضرتك لازم تمضي هنا ان انت ممكن لو يحصل لك حاجه اثناء التخدير بسبب الوزن، لو حصل حاجه احنا مش مسؤولين. طب ما تسمني وانا قاعد هنا وخلاص بقى. فرحت مضيت على الورقه بتاعه المنظار ومضيت على الورقه بتاعه التخدير. كلام الناس اللي جنبي مع الورق اللي انا مضيته ابتديت ادرك حجم الموضوع اللي انا داخل عليه. رحت مايل كده ببص يميني، لقيت في 5 قاعدين مستنيين الراجل اللي جوه. ببص على شمالي لقيت كارن قاعده ماسكه الموبايل بتلعب هي داي. فأدركت ان احنا مش على قد الحدث يعني. انا ادركت ان الموضوع كان محتاج تجهيزات اكتر من كده يعني، فاهمين؟ المهم قلت لها كارن هو احنا باين استعجلنا ولا يعني احنا كده جاهزين؟ قالت لي، قلت لها انا لا معايا كريم ولا معايا ماما ولا معايا حد من اصحابي يسندني ولا احنا جايين انا وانت كده بطولنا. هل ده كان هو ده الاختيار الصح للموقف؟ قالت لي هو انا شويه وايه اوفندد قوي. قلت لها لا مش شويه، انت كتير وكل حاجه، بس يعني هل انت شايف الناس اللي جنبنا دول 5 عشان يسندوا الراجل بس. المهم سلمت امري الى الله وطلبت جابت معايا ضحك، وبقيت قاعد عمال اتخيل اللي هيحصل جوه واضحك. ابتديت اهدي نفسي شويه. اول ما ابتديت اهدى ايه اللي حصل؟ كان بتتعب. سمعنا من جوه من اوضه العمليات حد عمال يقول حرفيا والله العظيم ما بأفور. ويرجع
وبيموت، بيكح جوه وبيرجع بيموت وبيتألم ألم مش طبيعي. قلت يا دي النيلة السوداء. وبعدين ايه، راحوا خارجين من الأوضة وانا دهولي استاذ احمد اتفضل. رحت داخل، الكلام ده انت ما تعرفوش بقى، اسمها التفاصيل. فلقيت سريرين عمليات، سريرين اللي هم بتوع الاوض دول اللي هو بيطلع الظهر وينزل الظهر، وبينهم ستاره. دخلت لقيت في السرير الاولاني مين؟ الحاج عثمان اللي كان قبلي. بس انا الراجل ده بقى شقي خلاص. السرير التاني فاضي. دخلت اقلع، رحت قلع الكروكس، قلع هدوم، لبستني كيس في رجلي، ولبستني بتاع كده افرول كده على جسمي، ولبستني بتاع على دماغي، العده بتاعت العمليات كلها. مين وايل في السرير اللي جنبي معلم عثمان، هو اسمه المعلم عثمان على فكره، انا مش بفتري عليه. يا صباح ويكح ويرجع، يا صباح يا صباح، وعمال يندى على حد اسمه صباح. ورعت الممرضة الله يبارك لها هتفتح الباب، يا جماعة أنا زهقت. مين اسمها صباح دي؟ راحوا إيه؟ قالوا له أمه، لا مراته. أنا برضه ما بقتش فاهم هي مين بالظبط. المهم هي مش قالوا كده في الأول دي أمه وبعدين قالوا دي مراته صح؟ تقريبا مراته. تقريبا مراته. المهم قاعد هو بقى جوه، رحت انا مميل على الممرضه كده، قلت لها هو انا هبقى زي المعلم عثمان كده كمان شويه، ولا هو معلم عثمان وضعه مش احسن حاجه؟ قالت لي لا انت مالك انت بالمعلم عثمان، المعلم عثمان ما بيبطلش شيشه، البلغم مالي صدره، فالمنظار تعب، وانت شاب رياضي وصغير وجميل مش هيحصل لك حاجه ما تخافش. يلا بينا. رحت داخل قعدت على السرير بتاع العمليه، هي تعتبر عمليه جالي ممرض ابن حلال. دايما كده بيبقى في ممرض بيقرر يلعب باعصابك، يعني هو جزء من متعته ان هو يخوفك. ما اعرفش انا حكيت لك الحته دي برضو ولا لا. راح جاي قايل لي على فكره ربنا معاك، التخدير بالنسبه للي في وزنك في ناس كتير قوي بتروح فيه. ها ايه الفكره؟ هو ممرض يعني، هو حسسني ان هو يعني مجدي مع محبوب، مجدي يعقوب. هو يعني هو حط لي الكانيولا بس ودوره انتهى في العمليه بعد كده. بس هو كان لازم، بغض النظر انه ما ينفعش يقول لك كده، بس هو عنده حق. يعني ماشي، بس هو ما ينفعش يقول لي كده ليه؟ لانه هيوترني، الوظائف الحيويه بتاعتي هتبوظ اكتر بسبب التوتر، فهو ما بيساعدنيش، هو كده بيضرني وبيضر اللي هو هيحصل، لان هو التوتر عمره ما هيساعدني. فهو حتى لو ده صح هو مش المفروض يقول لي كده. وبعدين لو هو بيخلي مسؤوليته، ما انا ماضي ورقتين بره. يعني البق اللي هو قاله لي خوفني ده مش هيفرق في حاجه قانونيا يعني. المهم وانا عارف بالظبط يعني هو انت المفروض تطمني، لا بسيطه ان شاء الله مفيش حاجه بتاع كده، حتى لو يعني بنسبه 100% هيحصل حاجه، انت ما ينفعش تقول لي ان هيحصل حاجه. المهم نعدي النقطه دي عشان كانت سخيفه. نام على جنبك الشمال، ركبوا لي الكانيولا، وبعدين حصل الترول الاكبر. جالي اكبر ترولر في التاريخ. انا عمري ما شفت دكتور ترولر، دكتور ده كان ناقص يتيباجني. والله العظيم انا نايم على جنبي ومش شايف مين ورايا، سامع صوت حد جاي من ورايا بقى بيقول ايه، ازيك يا حماده، عامل ايه يا حماده، بيتكلم كده بالظبط، يا حماده عامل ايه يا حماده. انا عايز الف اشوف مين اللي بيتكلم. مين اللي بيتكلم ده؟ يعني مين ده هيعمل لي ايه؟ اللي بيتكلم بالطريقه دي هيعمل لي انا ايه؟ فقلت له حماده كويس. بنفس طريقته كده. قال لي ايه ده يا حماده، انت بتزعل من الهزار يا حماده؟ فقلت له لا مش بزعل من الهزار، وبعدين حماده لو بيزعل من الهزار مش هيزعل دلوقتي، هو تحت رحمتك. قال لي لا ما تقلقش يا حماده، انا بس معاك، انت هتعمل تكميم مع دكتور محمد ضياء؟ قلت له ان شاء الله. قال لي يوم ايه؟ قلت له يوم السبت ان شاء الله. قال لي يا حماده ده انا هبقى دكتور التخدير بتاعك يوم العمليه يا حماده. انا طبعا مش في دماغي، انا عايز اخلص من النهارده، يوم السبت بقى يبقى يحلها الحلال. فانا عرفت في اللحظه دي ان ده دكتور التخدير. انت متخيل السقف بقى، السقف بيعلى مني ازاي؟ فعرفت ان ده ايه، دكتور التخدير. قال لي بص، وراح جاي كده وسوري في اللفظ، ركب على ظهري، حط سند عليا جامد كده، ودخل يكلمني في ودني. قال لي دلوقتي يا حماده انا مش هينفع اخدرك تخدير كلي عشان الوزن كبير، ممكن تروح مني،
هندخل التيوب جوه بقك ممكن تتخنق ما نلحقكش، فانا عايزك فايق معايا شويه. فاحنا هنعمل ايه يا حماده؟ هنعمل حاجه هوديك في حته اسمها توايلايت. عارف يعني ايه توايلايت؟ قلت له عارف يعني ايه توايلايت. قال لي يعني هنروح في حته ما بين الحقيقه والخيال، انت هتبقى معانا وفي نفس الوقت مش معانا، متفقين يا حماده؟ قلت له متفقين يا دكتور. ده حته ب 200. والله بس حرفيا امنيه. قال لي بس انا عايزك فايق معايا. المهم بقى ايه، انا قلت له ماشي. وابتدت ايه، ابتدى الموضوع. اداني حط لي اكسجين عشان ما اتخنقش في مناخيري، والكانيولا في ايدي، وانا مش واخد بالي ان هم وصلوا حاجه في الكانيولا في ايدي اصلا، يعني انا فاكرها فاضيه. انا مش عارف ان انا ابتديت المشوار. ثانيتين 3 ودخلت في اسوأ احساس حسيت بيه في حياتي. فعلا كان اسوأ احساس حسيته في حياتي، احساس بان انا ايه، موجود ولا مش موجود. وابتديت اقاوم احساس التخدير، اللي هو طب انا ميت ولا عايش؟ انا الدنيا ماشيه كويس ولا مش ماشيه كويس؟ انا في حد بيكلمني ولا مفيش حد بيكلمني؟ اول ما ابتدوا يخدروني بقى، عشان اللي عايز يسال البتاع دخل ازاي، المنظار دخل ازاي، راحوا جايبين لي طوق كده وربطوه حوالين بقي وقال لي عض عليه. قلت عامل كده، فاتح بقي وعضد على ايه، على حاجه بلاستيك كده عشان الدايره دي وبقي يفضل مفتوح، هو يدخل الايه، البتاع، المنظار. لا 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 لا، حاجه ما تتقارنش بحاجه يا سينا. احساس ما اقدرش اقارنه بحاجه. احساس ضياع، كانك بتقع في بتقع من حته عاليه في فوهه ضلمه كده، وبتتشفط وبتختفي وبتبقى لا شيء. احساس لا، ما فيش حاجه اقدر، ما فيش حاجه شبهه قريبه منه اقدر اقارن بيه. يعني انا حسيت ان انا لا شيء، يعني بقيتش، يعني جالي تفكير هو انا كده مت؟ يعني هو ده الاحساس بتاع الواحد لما يموت، ما بيبقاش موجود، مش حاسس بنفسه. لا، رعب 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 رعب. وانا عملت حاجه غبيه قوي عشان دي كانت اول مره. عملت ايه؟ قاومته، يعني ما استسلمتش للموضوع، لا ابتديت اقاومه. ده كان دي كانت اوحش حاجه بصراحه. الكام دقيقه عبال ما اتبنكت دول. وبعدين على الكلام ده انا افتكرته بعد الموضوع شويه شويه ابتدى يرجع لي. انا فاكر ان هو قاعد يسالني اسئله، انت معايا انت معايا، وانا كنت برد اقول يعني سامع صوتي، بقيت بستحضر صوتي كنت برد ازاي. طبعا عشان بتاع اللي في بقي ده وبالتوهان وكنت حاجه. ولو في منظار مش هعمل على فكره، منظار سهل، بقيت زي المعلم عثمان. لا بس انا كنت ارحم كتير من المعلم عثمان. المهم الفتره اللي جايه دي انا مش مجمعها قوي، بس اللي حصل ايه، دخل التيوب من بقي لزوري لمريقي للمعده، نزل لغايه الاخر. فده بقى حصل، انا مش مجمعه قوي فعلا. الحمد لله ان انا ما حسيتش بيه قوي. بس طبعا صحيت بعد ما هو سحبوا الخرطوم. هنا بقى المسخره كلها ابتدت. اول ما ابتديت افوق، انا عندي نظريه ان البنج دايما بيخلي الناس يعني مش مرتاحين، بيعيطوا، بيفتكروا حاجات مش حلوه. انا بقى كنت صاحي من اسعد لحظات حياتي. ده بقى انا ربطه بايه؟ اول ما صحيت انا عايش. انا عايش يا دكتور، انا ما متش. ليه؟ لان كان عندي قناعه ويقين ان انا هموت. فلما فقت وابتديت واحده واحده اجمع ان انا لسه عايش، جات لي هستيريا ضحك من الفرحه. قعدت ازعق زعيق غير طبيعي. انا عايش، انا عايش يا دكتور، انا ما متش، انا ما متش. وبعدين ابتديت اقول بقى حاجات غريبه قوي. رحت قعدت اقول ايزي ليه من سكا ويزي يا دكتور. ايزي يا دكتور ايزي، هو الدكتور بتاع حماده ده راح فين؟ وقعدت ازعق واقول حاجات غريبه. ده الفيديو اللي انا نزلته ده كان مثلا بعد ربع ساعه تلت ساعه، مش جيم اللي هو اقسم بالله قعدت اقول كده، الدكتور بتاع حماده راح فين؟ وبعدين ايه، ابتديت افوق سنه وابتديت اهدى بعد الزعيق كتير قوي والبلاي ده يا دكتور. ابتديت افوق سنه وابتديت ايه، ابقى كونسيرن بحاجه تانية قوي، ان انا اكون بقطع الناس دي وانا ايه، نايم. فبقيت ايه، عمال الممرضين قدامي، الدكاتره خلصوا ومشيوا، مفيش غير الممرضين قدامي، ممرضه وممرض. وانا عملت حاجه وانا متبنج؟ لو عملت حاجه انا اسف، انا اسف والله، انا اسف.
انت اللي ضايقني قوي ان انا ما كنتش لسه مركز، فبتقول لي انت كويس، قلت لها انا كويس فشخ. وانا في العادي ما بقولش فشخ للناس يعني فاهم، مش ممرضه هتسالني اقول لها فشخ. قلت لها انا كويس فشخ، تسلم ايديك. انا مطرشم. المهم قعدت ازيط وازعق وانا جامد، وانا ما فيش مني، وانا ما متش، وانا اجمد واحد في الدنيا. وبعدين طلبت معايا بقى باعتذارات، انا عملت حاجه، طب انا اسف لو حصل حاجه، انا اسف لو قلت حاجه، انا اسف لو زقيت حد، انا اسف انا اسف انا اسف. وبعدين طلبت معايا بقى بحاجه تانية غريبه قوي بقى، انا عايز مراتي، انا عايز مراتي، انا عايز مراتي. طيب استاذ احمد، مراتك بره مش هتخش، خلينا نساعدك. لا انا عايز مراتي. بيقوموني من على السرير عشان اتعدل، انا مش هقوم، انا عايز مراتي هي اللي تقومني. انا عايز مراتي، محدش يقومني، انا عايز مراتي يا استاذ. والله قعدت انده عليها، يا استاذ احمد ما ينفعش كده، قوم لو سمحت احنا بنساعدك يا كارين، انا عايز مراتي. وبعدين في ممرضه وست بتنظف، كل واحد ماسكني من ايده عايز يقومني، رحت قايم معاهم مش مركز وما خدتش بالي، رحت قايم فعلا. وانا لقيتهم قوموني، رحت قاعد تاني قلت لهم لا انا مش هقوم، ما حدش يقومني الا مراتي. قالت لي يا استاذ احمد انت فقت وكويس، قوم عشان نخرجك لمراتك. بس المهم رحت قايم واحده واحده، ولبست وظبطت حالي وخارج اقعد جنب كارين. ايه اللي حصل تاني؟ ده ضحك هستيري، انا كل ده ميت ضحك بقى. انتوا عارفين ضحكتي دي لعلعه بقى، ملعلع جوه ضحك. المهم كل ده حصل ورحت خارج لها بقى، خرجت. انت سامعه كل الضحك ده من جوه. ها كارين كانت ميته من الضحك بره، انا خرجت لقيت كارين ميته ضحك. طلعت بره لقيت المعلم عثمان قاعد في وسط 3 من الناس اللي كانوا مستنيينه. اول ما خرجت يا معلم عثمان ازيك، ده انت كنت خاربها جوه يا راجل. والله العظيم ترول، انا ترولت المعلم عثمان ترول مش طبيعي. وبعدين بقى في جاب نص ساعه بيني وبينه في البنج، هو فاق رجع بني ادم محترم وانا لسه مهزأ. فهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، هو خلاص فاق. يا معلم عثمان وخبط على صدره، ازيك ده انت كنت خاربها جوه. وانا رحت قاعد جنب يعني قدامه، قعدت الكراسي اللي قدامه وقعدت كده وهيست بقى. وبعدين ميت من الضحك. وبعدين بحضن كارين بقى ومش مدرك ايه اللي يعني مش مدرك خالص ايه اللي بيحصل. وبعدين المهم هم الناس بقى من كتر انا الحته دي مش فاكرها قوي، كارين اللي تحكي لنا. بس المهم انا كنت عمال اسف على عثمان بقى، ده خارج من غرزه مش حرفيا. بعدين معلم عثمان والرجاله اللي معاه قوي يمشوا، فقال لي نفضل معاك، طب نخلي حد مننا معاك ينزلك. كانوا الناس محترمه والله العظيم. بس قلت له لا انا تمام انا تمام، والف حمد لله على السلامه يا معلم عثمان، وتحياتي وقبلاتي للمدام صباح. انا قلت هيضربني. الحمد لله الراجل مات من الضحك والناس اللي معاه ماتوا من الضحك، قال لي الف حمد لله على سلامتك وسابني ومشي. والله العظيم قلت له الف حمد لله على السلامه يا معلم، وتحياتي وقبلاتي لمدام صباح. بنفس الاداء المسرحي ده. بس راح طبطب على صدري كده، قال لي الحمد لله على سلامتك وسابني ومشي. كان في بقى ست تالتة بعد انا وبعد المعلم عثمان المفروض تخش، دي جت وانا جوه ما شفتهاش الا لما طلعت مايز كده. فهي قاعده على وشها رعب من المنظار، ورعب اكبر من ان هي هتبقى زي بعد المنظار. يعني انا شايف ان هي قلقانه جدا مرعوبه، والرعب الاكبر اللي عندها مش من المنظار، بانها هتبقى شبهي كده كمان شويه. انا متاكد والله العظيم انها كانت خايفه مني اكتر من خايفه من المنظار. دي اللي في الفيديو قلت لها خير، معديه من جنبي كده راحت غيرت ومدخلينا اوضه العمليات، رحت مميل كده قلت لها خير ان شاء الله. كنت غريب فشخ. المهم بقى في الحته بتاعت الفيديو دي بقى، الحته بتاعت الفيديو دي انا كنت ابتديت افوق فيها شويه. ايوه انت اترعبت من المعلم عثمان وهي اترعبت منك جماعه. بس انا اترعبت من المعلم عثمان لان المعلم عثمان جوه كان بيموت، فدخلت خايف.
هي دخلت خايفه من الضحك. المهم كنت صوري من بدري، ما انا كنت عمال اقول انا عايز لو كانت دخلت جوه بقى وانا نايم جوه يا اختي كنت انت يابا كنت. المهم قعدت شويه مهيس في الكرسي مكاني عمال اضحك، والست رايحه جايه عليا، يا استاذ احمد كفايه بالله عليك اسكت، بالله عليك كفايه ضحك، اسكت ارجوك اسكت. الست الممرضه كل شويه تروح وتيجي، اسكت ارجوك اسكت، عايزه تسكتني باي طريقه. قعدت كده مثلا نص ساعه مكاني بره في الحته اللي هي بتاعه الاستراحه. الفيديو فين؟ الفيديو على الانستجرام، فعلا ما شفتوش؟ نتفرج عليه مع بعض ولا فاكس؟ لا يكوبي رايتوني. خلصنا البتاع. هي الممرضه كانت خايفه عليا انزل السلم لوحدي قوي. طب حد ينزلك الراجل بتاع التحاليل عدى، طب ممكن تنزله معاك يا دكتور مش عارف مين. انا كويس. المهم في الاخر فقت دايخ شويه ومهيس شويه بس فايق. رحنا نازلين، دخلت بقى الاوضه بتاع اللي هو الجزء بتاع العياده بتاع الدكتور محمد ضياء. دخلت باين قوي ان انا مسطول، باين ده سكران واقف عمال اميل واشد كارن ورخم عليها وغلس، وعلى وش ضحكه بلهاء بنت كلب. كنت كارن عماله تقول لي انت فضيحه. لما نزلنا العياده تحت فضيحه، عمال اشدها، واقف دايخ، واقف عامل كده وعمال اضحك طول الوقت. اول ما دخلت اصلا على الريسبشن فباين ان انا منتشي. الست قلت لها انا دوري امتى ان شاء الله مع دكتور محمد؟ قالت لي انت تمام. قلت لها انا تمام. لا فضلت شويه كده. البنت اللي كانت مع الست اللي قالت لنا تعالى كل معايا، ايوه ما دي جت قالت لي انت زعلان ليه وانا مهيس فشخ. لا كانت بتقول لي انا كمان، بتقول لي انت زعلان ليه؟ قلت لها زعلان كده زعلان. ورحت ميت ضحك. كارن رحت انت قلت لها لا اصل هو متبنك، مش هي البنت اللي هي السمره دي. استنوا يا شباب نشوف الفيديو مع بعض يا شباب. كانوا هما بعد ما خلصوا بتقول للست تنزل تجيب كذا بانيه، 3 بانيه و4 بانيه. رحت انا بقول انا عايز اكل بانيه يا جدعان. ماشي وكلم تحتري قرار بس لو طلع من اللي ضبطهم حاجه دول معاكم بانيه والنبي يا جدعان. انا في حاجه بقى ما قلتها لكمش، في حاجه انا ما قلتهاش. هو وانا بقي مفتوح بالبتاع دي، هو عمال غير التخدير اللي انا واخده في ايدي، هو عمال بيرشلي في بقي بنج موضعي علشان، وعمال يقول لي ابلع، وعمال ابلعه علشان ينزل يبنج المجرى اللي هيمشي فيه التيوب عشان ما احسش بالوجع بتاع المنظار وهو داخل في زوري. فهو عمال يقول لي ايه، ابلع البنج، عمال يرش بنج في بقي ويقول لي ابلع البنج. فانا وانا متخدر مش حاسس، فالبنج اتجمع في بقي من جوه، اتجمع في خدي ولساني من جوه عشان انام على جنبي كده، وهو عمال يرش وانا عشان متخدر ما ببلعوش فاتجمع كله في بقي. فالبنج عشان متجمع في بقي على خدي من جوه وعلى لساني معرفش، حاسس احساس انه حرقهم يعني زي ما يكون ايه كواهم كده. فكنت عمال ابلع بقى البنج اللي هو عمال يرشولي ده عشان يخدر الطريق اللي هو اللي ماشي فيه المنظار اللي هو التيوب اللي في اخره كاميرا ده. فبقي من جوه كان محروق فعلا مش حاسس بيه. بقي يا جدعان. ايوه خلينيش انا ارمي نفسي ورا كده جدا. شايفين الكراسي اللي هناك دي اللي جنبنا دي؟ هو المعلم عثمان والرجاله اللي معاه كانوا قاعدين عليها وانا قاعد هنا. وفي كرسي تاني قدامي قاعد عليه البنت اللي هتخش بعدنا. هننزل الدكتور كده مش هيرضى يعمل لي العمليه والله. احنا نقعد هنا 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه كده واحده ايدي يا على اللي حصل. ايه اللي حصل؟ يا والله احساس حلو. انا اسف يا استاذ، انا اسف.
ابص اللي بتقول لي من جوه، اللي بتقول لي من جوه يا استاذ احمد، اللي بتتكلم جوه دي هي الممرضه اللي هي تكفلت بالموضوع كله بقى. فانا طول من جوه فضحت الدنيا، ولما خرجت مش قادر ابطل ضحك. عماله تقول لي ارجوك اسكت، ارجوك اسكت، اسكت ارجوك اسكت. قعدت ربع ساعه تتوسل ان انا اسكت. فهي من جوه بقى وهي بتحضر حاجات اللي بعدي، يا استاذ احمد قلت لها هسكت خلاص. انا اسف استاذ احمد هيسكت خالص، انا اسف. حاجه منجيج فين منجيج؟ واللي كان عايز منديل الكرسي ده هي اللي كانت قاعده عليه الست بقى. تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا. ايه ده؟ في دم. اوه ماي جاد، زوري هو زوري كان بينزل دم بقى. حاجه بسيطه. ايوه نقطه بس زوري بينزل دم مجروح يعني الفكره ان انا لقيت بقى زوري بينزل دم، قعدت اضحك. ايه ده زوري بينزل دم؟ اوه ماي جاد. سوري على القرف. بسيطه خالص، حاجه بسيطه. انت بتعمل ايه؟ بقي منمل من جوه، انا بلعت كميه بنج غير طبيعيه. بقي منمل ايه ده؟ باكسترا عملت ايه؟ لا 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 لا، سيبه، ده هيوجع شويه، سيبه. هو في حاجه؟ مفيش واحده الناحيه التانيه ليه؟ ما هو الناحيه بس. صح، لان التانيه كانت في ناحيه واحده. ايوه ازيك يا حلوه؟ الحمد لله. وانت عشان اقسم بالله. طب احنا في احنا بره. انا بره فعلا، فيعني براحتك شويه. احنا فعلا بره. ايوه. طب انا هنزل الدكتور يكشف عليا ازاي دلوقتي؟ بص انت تقعد هنا على نص ساعه كده بقي تهدى. من جوه محروق من البنج يا كابتن. لا مش محق. في دكتور قاعد يقول لي يا حماده ويا حماده ويا حماده ويا حماده، وكان بيكلمني بطريقه غريبه كده. هو فين؟ انا عايز اشكره. قال لي هتكون بتزعل من هزار حماده؟ عايز اشكره. قلت له لا يا دكتور، ازعل من الهزار ازاي؟ ده انت انا مش زعلان يا حماده، مش زعلان يا دكتور من حماده. وقال لي انا هبقى معاك دكتور تخدير في عمليه يوم السبت الجاي. طب كويس، هتشوفه تاني. شوفوا تاني ايه؟ انا ما شفتوش والله، كنت نايم على جنبي ما شفتش حاجه. أيوة. ما حسيتش بحاجه. انا فوقي وجعني قصدي وزوري وجعني. بس انت ما حسيتش بحاجه حصلت؟ طب كويس. واحده. الراجل اللي كان قبلي عمال يقول لي صباح. كان مين؟ يعني نزلنا العياده كده هنتفضح. طيب ما احنا هنقعد هنا شويه كده. خير ان شاء الله. بص دي بقى الست وهي داخله. هي دلوقتي بقى ايه؟ شايفاني متبهدل كده وعماله هنتش واقول اي كلام. خايفه بقى مش من المنظار، خايفه من اللي هي هتعمله بعد. يا سيد. بص جاتلي الست، جاتلي خدتوا بالكم؟ الست جاتلي والله، اللي هو اسكت. هو ليه في نوت تكس؟ ما عشان ننور الاوضه. ده في كاميرا. ايوه. تفتكري اللي بيحصل ده هيتذاع؟ فنان ابراهيم مصر هيطلع من التربه باي ليهم بقى. انا هعمل ايه لو عملت كده في المنظار بس؟ انا هفضح الدنيا. تعالى اقعد لقدام. مش عايز انزل لورا كده، ما تسيبنيش انزل لورا. اقعد لقدام. تقبيله سودا بس ما قلتش حاجه غلط قوي يعني. بص بقى ادركت ان انا ما خربتش الدنيا. هزر. انا قعدت قد ايه جوه؟ مش كتير والله. قد ايه يعني؟ هي فشخ بس اللي قلتها والله، ما قلتش حاجه تانية غير فشخ. في دم كتير. مش كتير قوي لا.
انا في مشكله دلوقتي. بس بقى عايز اقوم ارمي المنديل ده ودايخ. تحياتي وقبلاتي لمدام صباح. بس كده، دي كانت قصتي مع المنظار. بس كده، دي قصتي مع المنظار من الاول للاخر. فنسالكم الدعاء يوم الثلاث اللي جاي. هكمل لكم بقى. فنزلت للدكتور، دخلت فقال لي المنظار اصلا كان داخل علشان يشوف في درجة الارتجاع قد ايه. تمام. فالمنظار لقى حاجة تانية اهم كتير من الارتجاع. لقى فتق تقريبا 3 سنتي او حاجة ما بين المريء وما بين المعدة. الفتق ده يعني لازم يتعالج عشان ما بيبقاش في مشكله كبيره. فلما في العمليه ان شاء الله يوم الثلاث هيقطع جزء كبير من المعده وهيخيط الفتق وبس على كده. فخير ان شاء الله. بس كده. فان شاء الله يوم الثلاث اللي كمان يومين ده هنعمل العمليه. وبعد كده ان شاء الله بدايه جديده بقى، نخس ان شاء الله رقم محترم في وقت قصير. تصحى تقول جي. لا، ما جي دي معناها ان الجيم خلص يا صاحبي. لا بالله عليك. بس كده، دي كانت قصتنا مع المنظار. وفي انتظار قصة جديدة ان شاء الله. انا ناوي اعمل فيديو بس مش هتشوفوه مثلا قبل 7-8 شهور ان شاء الله لو لينا عمر يعني. من دلوقتي وشكلي دلوقتي ايه، وتصور لكم لابس بوكسر سبيدو صغير كده. وان شاء الله العمليه، وبعدين المراحل بقى بتاعت العمليه بعد العمليه لغايه ما ربنا يكرم ونوصل لحاجه يعني لطيفه. فدعواتكم بقى يعني، يا ريت كل الناس تدعي لي عشان ربنا يكرم كده ان شاء الله. وبس، انا شايف ان احنا اتكلمنا في الموضوع بما فيه الكفايه.